صديقي الشطرنجي، السلام عليكم. صراع دامي ما بين ماجنس كارلسن وبراجناناندا في نهائي بطولة كأس العالم للشطرنج، وجدير بالذكر ان هم تعادلوا جيمين الكلاسيك، واحنا دلوقتي في مرحلة الرابد اللي الجيم فيها بيبقى 25 دقيقة. سريعا ندخل في الجيم. براج بيلعب بالابيض وماجنس بيلعب بالاسود، وبراج يختار الاي 4، يقابلها اي 5 من ماجنس، وبعد كده نايت اف 3. هات البون، مفيش، يطلع بالنايت سي 6. طيب يا براج، محضر لنا ايه؟ محضر لنا الجيم الايطاليان جيم بيشوب سي 4. فكره البيشوب سي 4 ان انا ضاغط طول الجيم على البون الضعيف عند الاسود اللي هو الاف 7. طيب الاسود هنا عنده كذا اوبشن، اما انه يلعب جوكو بيانو، او انه يطلع بالبيشوب في الاي 7. محضر للهنجاريان ديفنس، مانع نطة النايت ويعمل اتاك على البون ده، مانع له افكار زي الفرايد ليفر اتاك. وبرده التفريع الثالث والمشهور هو التو نايتس، وده اللي لعبه ماجنس كارلسن. طلع بالنايت التاني عايز البون، بكل بساطة يحمي دي 3، وبعد كده يطلع بالبيشوب بتاعه في السي 5. دلوقتي الفكرة للأسود برضو نفس الكلام، ضغط على الاف 2 بون بأفكار زي النايت جي 4. براجناندا يختار انه يلعب الاي 4، محضر لفكرة السي 3، يليها البي 4 وياخد مساحة في جناح الوزير. يرد ماجنس كارلسن دي 6، عايز يأكتف البيشوب بتاعه. بعد التبييت يبادله بالاي 5 عشان يمنع له اي سبيس زياده ياخدها في الكوين سايد، ويفضل البيشوب ماسك الدياجونال ده. طيب ماجنس يختار تكسير الافيال، بيشوب تيكس اي 3. هيركب بون، هتقول لي ده كده دبل بون. اقول لك الايطاليان جيم بيمتاز لما تعمل الدبل بون دي، معناها ان انت كده السنتر بتاعك من حديد، لان انت عندك افكار زي الدي 4 فيما بعد، بلس ان الاف فايل اصبح مفتوح. يعني كل الهجوم بالنايت منوفر ممكن يجي النايت من نايت بي دي 2، وبعد كده في الاف 1 لما الروك تمشي، وبعد كده يجي في الجي 3 ويبدا يحاول ينط في الاف 5، او يبني كومبينيشنز معينه بمساعده الوزير زي ما هنشوف في الجيم. ماجنس واعي لكل الافكار دي وقال لك انا مش هيهمني حاجه وهبيت. نايت بي دي 2 اتلعبت من براجناندا، يعني فكرتها بسيطه، ان لاست اكتيف بيس، هو كده عمل ديفلوبمنت للبيسز بتاعته كلها ومبيت، وطبعا هيدخل الكوين والتو نايتس والبيشب والروك كلهم، هيدخلهم الهجوم زي ما احنا شايفين. احد الافكار عند ماجنس كارلسن ان هو يرجع بالنايت ويروح في الجي 6 عشان يكاونتر الاتاك اللي ممكن يحصل، وبرضو عايز لعب في جناح الكينج سايد زي ما هنشوف. ماجنس رجع بالنايت في الدي 7، محضر لافكار نايت جي 6، عاوز يكاونتر الاتاك اللي ممكن يحصل على جناح الملك. براج على طول يروح في الاتش 4. فكره الاتش 4 بكل بساطه ان انت بتمنع النايت انه يعمل كنترول على الاف 5 سكوير وكمان الجي 6. هنا ماجنس يختار سي 6. فكرة السي 6 بكل بساطة ان انا عايز ازق عليك البون وياخد برضو مساحة في جناح الوزير. بدأ الهجوم من براجناندا بان هو هيدخل الوزير فكرة الجي 3 ويبدأ يبني جملة تكتيكية على جناح الملك. ماجنس يلعب دي 5. الدي 5 فكرتها بكل بساطة اني لو كلت بون تكس دي 5، بون تكس دي 5، هات البيشب. البيشب هيرجع ورا في البي 3، قطعت الكونكشن بتاع الدياجونال، وفي نفس الوقت محضر لافكار زي كوين بي 6 ضاغط على الاي 3 بون. هتضطر ان انت يا تتحرك من البين دي، او لازم هتسيب قطعة او تدفع البون بتاعك. ماشي، براج كان شايف الكلام ده وعشان كده ما دخلش فيه، وقال لك انا هرجع بالبيشب بتاعي في البي 3 على طول، ومش خايف من انك تعمل دبل بون. بالعكس، انت لو عملت دبل بون انا هاكل بالنايت بتاعي، نايت تيكس بون تيكس. ودلوقتي لاحظ الابيض والاكتيفيتي بتاعته عامله ازاي والسبيس. عندنا روك بتتزحلق تعمل تيمبو على الكوين، وعندنا الفايل الاف مفتوح، وكمان
البيشوب خطير من اخطر ما يمكن، مسك الدياجونال، الضغط على الاف 7 بون زي ما قلنا، او زي فكره الايطاليان جيم عامه. وعشان كده ماجنس ما دخلش في التفريع ده، ولكن طلع بالكوين بتاعه في الدي 6. قال لك انا عايز اعمل ديفلوبمنت للبيشوب وفي نفس الوقت اسنترلايز الكوين لاي اتاك ممكن يحصل، وكمان مانع افكار زي ان الروك يحصل اكستشينج ساكريفايس على النايت، ما يضطرش ان هو ياكل بالجي بون وبعد كده يخش بالوزير بتاعه في المربعات الخطيرة دي. كوين جي 3 من براج. عايز ايه يا براج؟ بقرب الكوين خطوة للكينج، لان زي ما احنا عارفين ان بناء الهجمة مش بيتطلب وجود قطعة ولا قطعتين، لا على الاقل 3 قطع تشارك في الهجوم. على طول ماجنس كارلسن ينط في ال H5 ويعتبر من افضل النقلات على الانجن ال H5. براجنالاند هيختار الجي 5. عامل عليا تيمبو؟ لا، هات انت التيمبو وشوف النايت هيروح فين. حقيقة ماجنس كارلسن اختار نقلة ضعيفة شوية او ان اكيورسي، وهي البون تو جي 6. الحقيقة في النقلة دي ماجنس كارلسن غلط غلط طفيف جدا بسيط جدا، وهي زقة البون جي 6. ليه؟ لان بكل بساطة تحليلة كمبيوترية بحتة عايزك ترجع بالنايت في الاف 3، وبعد كده الاسود يزق عليك البون ترجع في الاتش 4. وسي مثلا لو انت عملت ديفلوبمنت للبيشوب بهذا الشكل، هو بس الفكرة انه بيلعب على زقة الدي 4. زقة الدي 4 اي تكس دي 4 نايت تكس دي 4، ضاغط على البيشوب وفي نفس الوقت رابط الكوين جنب البيشوب عشان يحمي البيشوب، فيضطر انه يجي في الاي 5. ساعتها ممكن نروح بالروك في الاي 1 ومعانا جيم بوزيشنالي تحفة. ولكن دول اتنين بني ادمين وبيلعبوا بعض على بطولة جامدة جدا من اجمد ما يمكن، فطبيعي انت عايز تكسب فهتروح ناحية الملك، فهتنط بالنايت في الاف 5. براج اختار النايت اف 5. البيشوب قال لك انا قاعد ما بعملش حاجه ومش معمول لي ديفلوبمنت، طب هات النايت. بكل بساطه اي تيكس اف 5، ودلوقتي نقله ديفنسيف مهمه جدا وبسيطه جدا. كوين جي 7 مانع افكار زقه البون، وكمان بيقول للوزير انت عمرك ما هتيجي في الاتش 6. براج يلعب نقلة غريبة جدا صرف عليها وقت كتير، وهي H1. فكرة ال H1 مش مفهومة قوي، إلا إذا كان عايز يزق ال G4 وعايز يبني أتاك ويجيب الروك في ال G1 والروك التانية في ال F1 ويبني أتاك ناحية الكينج، ولكن ماجنس يلحقه بسرعة ويقول له تعالى نكسر ونخش اند جيم. ومتى دخلت اند جيم مع ماجنس كارلسن فخلي بالك يا حلو. ليه؟ لان بكل بساطة انت بتلعب مع اقوى لاعب اند جيم في تاريخ البشرية. حتى لو انت واخد تفوق واحد لمصلحتك، مع ماجنس كارلسن الموضوع يختلف. هنا براج يفكر انا لازم اكسب، انا بلعب بالقطعة البيضاء وفرصتي كبيرة ان انا اكسب، فعشان كده هلعب مور اجريسيف وافتح البوزيشن شوية وكل البون اللي في الجي 6. ماجنس ياكل بكل بساطة، وبعد كده قال لك يلا اي 4. دي تيكس اي 4، دي تيكس اي 4، هات النايت. روك تطلع تحمي النايت بكل بساطة، ولكن ضغط مستمر من ماجنس. نزل بالروك ضاغط على الاي بون. براج قال لك مش مشكلة، هات الروك التانية تضغط لي على النايت. ودايما في الشطرنج لو الخصم اللي قدامك بيلعب وعمل تهديد انه ياكل قطعة معينة، ابحث الاول بدل ما تدافع على قطعة مور فاليبل من القطعة اللي طالبها. هنا براج عمل باتري على النايت، رجع حمى النايت بكل بساطة، وبعد كده براج قال له يلا الروك شوف هتروح فين. رجع ورا عشان لما النايت يتحرك ما يبقاش فيه ضرب على الاف 7 بون. زي ما قلت لكم في بداية الجيم ان الجيم الايطالي بيمتاز بالضغط طول الجيم من قبل البيشوب اللي هو طالع من السي 4 على الاف 7. براج يختار انه يحمي البون عشان يبدأ يحرك النايت بتاعه. روك اي 7 بكل بساطة انا عايزك لما تيجي بالنايت في الاف 3
البون محمي اوريدي فما يحصلش تيمبو. رجع البيشب ساب الدياجونال وبدأ يحمي البون ده في سبيل فكرة معينة، وهي انه عايز ينتشر في جناح الوزير. ماجنس يلعب نايت دي 7، براج يرد عليه نايت سي 4. فكرة النايت سي 4 هات الاي 5 بون، وفي نفس الوقت انا منعك يا نايت انك تيجي في البي 6. يرد ماجنس يشغل الروك التانية ويجي يحمي البون. براج بكل تهور وعنف يدفع بيدا الجي 4، مع العلم طبعا ان البيادق في الاند جيم لازم حركتها تكون محسوبة جدا، لان مفيش بيدا بيرجع لورا زي ما احنا عارفين. طيب فكرة الجي 4 ان انا عايز اضغط كده بالشكل ده، ابدأ ارجع بالنايت هنا في هنا، ضاغط اكتر على مربع الاف 6. ماجنس يقول لي مفيش الكلام ده يا حبيب قلبي، انا هزق اف 6. براج يقول له انا هحضر الروك جي 2، عايز اعمل بريك ثرو، وفي نفس الوقت الروك لاين اب على نفس الفايل اللي واقف فيه الكينج، فده شيء لازم يتاخد في الحسبان. ماجنس قال له انت بتهزي يا براج، انا هنط بالنايت. هنا براجنالاندا يزق البون، ماجنس يرد بون تكس جي 5. براج على طول ينقض على البون، عامل ضغط على الاي 5 بون. ماجنس يرجع بالحصان، عايز الروك وعامل حماية اكتر على الاي 5 بون، لان طبعا البيدق الوسطي مهم جدا جدا في الاند جيم. وبراج يرجع بالروك بتاعته، ماجنس يبدأ يبني هجمة. براج يمسك الفايل التاني على اساس انه كده ماسك الفايلين، ولكن ماجنس يقول له هات احد الرخاخ. لو كلت النايت باكلك بتشيك والروك بتاعتك هتروح، فطبيعي براج يكسر الاول روك تيكس روك نايت تيكس. براج يلعب نقلة شرسة وهي البي 4. بي 4 فكرتها بكل بساطة تيكس تيكس، احاول اخلق باست بون، ولكن مفيش الكلام ده لان الروك ضربة الفايل كله وعاملة فول كنترول على الاي فايل. ماجنس يفكر كده ويشوف ان رجعت الكينج في الاف 8 جميلة جدا. انا عايز اجي بالكينج في الاي 7، اعمل كنترول على المربعات دي واشغل التو نايتس في وجود الروك. الكينج برضو يتحرك هو كمان، ياخد نقلة ناحية السنتر، زي ما احنا عارفين ان الكينج في الاند جيم يبقى لازم يتجه ناحية السنتر. ماجنس كارلسن مكمل في فكرته، كينج اي 7 يقابلها من براج الاختراق اللي مش محسوب كويس الاي 5. بسرعة ماجنس كارلسن يدخل الروك بتاعته في ال H8، عايز يعمل ضغط على ال H5. براج يلعب روك E2. فكرة الروك E2 ان انا عايز احمي ال E4 بون. انا محضر لفكرة الا وهي لما طبعا ماجنس كارلسن زي ما قلت ان هو هيبدأ يلعب بالتو نايتس والروك عشان يخلق كاونتر بلاي، وفي نفس الوقت النايت عايز يجي يعمل فورك زي ما احنا شايفين. براج يرجع يقول له ما عندكش حاجة، ولاحظ الباك رانك بتاع براجناناندا ضعيف جدا، والروك هتعمل مشاكل لو اخترقت الباك رانك ده بمساعدة التو نايتس. فعلا ما كدبش خبر، ماجنس كارلسن يوكيوباي او يروح على طول في الويكنس اللي في الاف 4. براج قال لك ماشي روك دي 2، ما زلت ماسك الفايل ومفيش حاجة والجيم تعادلي لحد ما ماجنس كارلسن ينزل. طبعا يعني نزول الروك في الرانك الثالث مش مبشر بخير ابدا. ليه؟ لان براج يفاجئنا بنقله مش دقيقه وهي A6. فكره ال A6 ان انت لما بتاخد باجي بعمل فركشه للبونز دي وضغط اكتر على البون ده واقدر اوقعه بكل سهوله. اللي مش شايفه براجناندا ان الروك بتيجي بتطلب النايت بكل سهوله. هنا الكمبيوتر بيقولك ان انت كان الافضل انك تخش بالنايت التاني، محضر التشيك الجميله دي، ولكن هي جايه ما تقلقش يا ماجنس. النايت في نقله عبثيه بيقول له انا هروح هنا في الاي 5 ضغط اكتر على البون. ايه ده انا نسيت ملكي. ماجنس ينط على طول نايت جي 5. نايت جي 5 عايز افكار ما بتتحلش. قال لك لا، كسر لي الروك دي، انا مش حمل الهجوم اللي عليا، ولكن فات الاوان يا براجناندا. خد لك عدد واحد تشيك
من ال H3 هتروح فين؟ قال لك بدل ما احبس نفسي جوه اطلع بره شويه. طيب هات البيشوب وهات مال. الحقيقه براج بعد النقله دي قعد يفكر كده شويه، وبعد كده قال لك نايت تيكس وذ تشيك. الكينج يتحرك في اي مكان وفات الاوان، انا دلوقتي عايز بيشوب وعايز مات. جدير بالذكر ان الكينج محبوس وما يقدرش يتحرك طبعا في الرانك، وهنا الجيم الاول في الرابد يخلص لصالح ماجنس كارلسن. عايز اقول لك ان الجيم التاني كان تعادل، وبكده ماجنس كارلسن يفوز ببطولة العالم او كاس العالم للشطرنج، ويحقق البطولة اللي هو خلال مسيرته كلها ما خدهاش. وبكده وصلنا لنهاية حلقتنا. ما تنساش لو الحلقة عجبتك تشترك في القناة وتفعل زر الجرس ونعمل لايك، فضلا وليس أمرا طبعا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.